السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أصدقاؤنا ومع حلقة جديدة وحكاية شيقة وممتعة في برنامجكم يحكى أن. حكاية اليوم بعنوان من غش فليس منا، وتدور أحداثها في مكان بعيد في قرية هادئة وجميلة، وأهلها ينعمون بالصحة والسلام، لذلك يأتيها الكثير من كل مكان. كان في هذه القرية أحد الرجال اسمه كمال، وكان بائع اللبن، حيث كان لديه بقرات يقوم بحلبهن، ويقوم بجمع هذا الحليب وبيعه على أهل القرية. ظل كمال يبيع لسنوات حتى اشتهر، وأصبح من البائعين الكبار في القرية، حتى أنه اضطر أن يشغل أحد الصبيان معه، وكان هذا الغلام يمتاز بالصدق والإخلاص، فكان خير مساعدة لكمال. حيث كان يأمره كمال بالذهاب باللبن إلى كل أنحاء القرية. أما كمال فكان يشرف على كل هذا وهو في مزرعته. أصبح كمال من الأثرياء بسبب بيعه اللبن، وبدأ يشعر بالطمع وأنه يريد أن يربح أكثر، فقرر أن يشتري اللبن من البائعين الآخرين بثمن زهيد أقل من سعر السوق، لكن البائعين كانوا مضطرين لذلك، لأنه يريحهم من تكاليف التوصيل وعناء إيصاله إلى بيوت أهل القرية. وفعلا كان كمال يزداد غنى كل يوم، وتكبر تجارته في كل مرة، وكان يرسل العاملين معه حتى يحضروا له اللبن وبثمن أعلى. وبعد مدة من الزمن مرضت أبقار كمال، وقلت إنتاجيتها من اللبن، حيث أصبحت الأبقار لا تدر لبنا كثيرا، مما أثر ذلك على أرباح صديقنا كمال، فشعر بانزعاج شديد لأن أرباحه بدأت تتناقص. فبدأ يفكر في إيجاد الحلول. ترى ما الذي عليه فعله؟ وكيف يتصرف؟ فأخذ يفكر بصوت عالي، فقال: وجدتها! سأشتري المزيد من الأبقار. وفعلا اشترى عددا من الأبقار حتى يزيد من إنتاجية اللبن لديه. لكن وعندما وصلت الأبقار إلى المزرعة عانت من نفس المرض الذي كانت تعاني منه أبقارها القديمة، فأحس بانزعاج شديد وغضب غضبا شديدا، لكنه لم يدري كيف يتصرف، فخسارته بدأت بالارتفاع، والأبقار المريضة زادت عنده، وأصبحت التكاليف أضعاف بالنسبة له، حيث يشتري لها الأكل والعشب، لكنها تدر كميات قليلة من اللبن، بالإضافة إلى العمال الذين يعملون لديه في المزرعة، حيث يتغاضون الكثير من المال. مع قلة الإنتاجية في نظره، أخذ يفكر مجددا كيف يتصرف. هل يشتري المزيد من اللبن من صغار البائعين؟ لكن لم يتبقى منهم أحد، لقد كان يشتري من الجميع، جميع البائعين الصغار، ولم يتبقى إلا من هم مثله من كبار البائعين. فأخذ يفكر في حلول أخرى، ولأن الجشع قد عماه جاءته فكرة سيئة لا يفكر فيها إنسان شريف، ولا بائع يخاف الله عز وجل، فكرة أساسها الغش والخداع. أصدقاؤنا الأعزاء ستعرفون ذلك، ولكن بعد فاصل قصير. لا تذهبوا بعيدا. مرحبا يا أصدقاء، عدنا لكم بعد هذا الفاصل القصير مع برنامجكم المفضل يحكى أن، وحكاية ممتعة وشيقة من عنوان من غش فليس منا. كنا قد توقفنا قبل الفاصل مع صديقنا كمال، الذي كان منزعجا جدا من خسارته، ويبحث عن حلول لإيقافها، فجاءته فكرة سيئة لا يفكر فيها من يخاف الله. لقد فكر في أن يغش في اللبن، وذلك بخلط اللبن مع الماء، حتى يصبح كثيرا، ويكسب من خلاله المزيد من المال.
طبعا كان كمال يرسل العمال، إلى البائعين لإحضار اللبن أما هو فكان يدخل لوحده بدون أن يراه أحد، ويقوم بإضافة الكثير من الماء. مع القليل من اللبن، لم يلاحظ الناس هذا الفرق، لأنهم وثقوا في كمال، فعادت ثروة كمال بالزيادة. وشعر هو بالإنجاز والفخر. مضت الأيام على هذه الحالة، ولكن في يوم من الأيام نسي كمال الباب مفتوحا، وكان الغلام قد ذهب لإحضار اللبن من صغار البائعين إلى كمال، فدخل صديقنا الغلام على كمال ووجد كمال يقوم بإضافة الماء على اللبن. تفاجأ صديقنا مما يقوم به كمال. قال له: ما الذي تفعله يا سيدي؟ هل تغش في اللبن؟ وأضاف بانفعال: هذا حرام، وسيعاقبك الله على ذلك. رد عليه كمال: اصمت يا غلام، لا أريد أن أسمع هذا الكلام منك، فأنا صاحب اللبن. سأفعل به ما أشاء. فقال الغلام: هذا غش. وأضاف: سأخبر الناس بذلك. رد عليه كمال: اذهب وأخبرهم، لا يصدقك أحد فأنت صغير. وأنا بائع مشهور في هذه القرية. وأضاف: وأنت مطرود، اخرج من هنا. لن تعمل لدي مجددا. ذهب الغلام إلى القرية، ثم أخذ يصرخ بأعلى صوته: أيها الناس، لا تشتروا من السيد كمال، إنه يبيع لنا لبنا مغشوش. وأخذ يردد: هذا اللبن مغشوش، أيها الناس، هذا اللبن مغشوش. من يشتري لبنا مغشوش؟ تعجب الناس من هذا الغلام. أليس هو نفسه الذي كان يبيع اللبن؟ إنه غلام البائع كمال نفسه. فسأله أحدهم: هل اللبن مغشوش؟ رد عليه الغلام: نعم نعم، إنه مغشوش، رأيت كمال بأم عيني وهو يخلط الماء باللبن. فقام الناس بالابتعاد من اللبن. فجاء كمال وضربه ضربا شديدا، فتجمع الناس وذهبوا بهما إلى الشرطة. فسأل المأمور: ما الذي حدث؟ قال الغلام: لقد رأيت صاحب اللبن يغش، وحذرته من ذلك، ولكنه لم يستمع لي. وبعد التحقيقات اعترف كمال بذلك، فحكم عليه بالسجن، فندم ندما شديدا. وهكذا يا أصدقاء انتهت الحكاية. وعرفنا من خلالها أن الغش حرام، كما في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث قال: من غش فليس منا. بل أن الله عز وجل لن يبارك للغشاش في رزقه، وسيفضحه بين الناس. ماذا عنكم يا أصدقاء؟ ما الذي استفدتموه؟ لا تنسوا راسلونا عبر رقم الهاتف الظاهر الآن على الشاشة، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشبكة سلام الإعلامية، على أمل أن نلتقيكم في حلقة قادمة. هذا صديقكم عبد السلام ناصر وموفق ناصر، نحييكم. إلى اللقاء يا أصدقاء، إلى اللقاء. لا لا